السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم بريوات ديال الدجاج. كنحتاجوا لهم 200 غرام ديال الدجاج مقطعه مربعات صغيورين. عندك هنايا واحد البوارويه وخيزو مقطعه مربعات صغيورين، والبصله الحمراء. عندك هنا المكور، وهنا الطاوخي، يعني هذا الشينوا، يعني موجود في كل المحلات. وعندنا الورقه ديال البسطيله اللي غادي تلقاو الوصفه ديالها لتحت في الرابط عندي في القناه ديالي شهيواتنا ديال فتيه. هنايا عندنا العطريه، عندنا الملحه، الابزار، سكينجبير، عندنا 50 غرام ديال الزبده، وعندنا الثومه وسكينجبير. صافي، دابا غادي ندوزو للمرحله ديال غادي نقبطوا الطريف ديال الزبده. هانتوما شفتوا الدجاج راه طاب. دابا منين غادي نهزو وغادي نولي ندير نفس الشيء الزبده والخضره. صافي، غادي نديرو الزبده عاوتاني، غادي نديرو داك القنور اللي قلنا الثاني. من بعد غادي نرميو هاد الخضره كلها، ونزيدو عليها هذا المكور، ونزيدو عليها الطاوخي، وحتى تشحر مزيان. عندي العطريه هي دي هنا. من بعد ما طاحت مزيان، يعني نزلات كل واحد دابا غادي ندير الابزار شي شويه. كتعرف هادشي البريوات خصهم يكونوا ثومه، فهي عبره. غادي ندير داك السكينجبير اللي شاطلي. من بعد غادي نحرك مزيان. ديما البريوات ما تيخصهمش الخضره تكون بزاف طايبه، باش كيجيو كتحسي بديك العضه فيهم. انا نخليها تزيد عاوتاني تشرب شي شويه. صافي، هنا بعد ما صافي نساجم معاهم، درت معاهم ندير معاهم هاد الدجاج حتى هو غادي يشرب. نحركو هو غادي نخليه يتشحر مزيان، وتخلي العناصر كلها ترجع مزيانه وتنسجم مع بعضياتها. وغادي نخليوها ترتاح مزيان وتبرد، وعاد ندوزو المرحله ديال التلفات، يعني التلويه. صافي، هنا كلشي شرب. دابا هي بزاف غادي نخليها تبرد. شي ما فيهاش ليدان بزاف، يعني كتصلح التلويه ديال الورقه. صافي، دابا غادي نخليها تبرد ومن بعد ندوزو للتلويه. صافي، هنا بعد ما بردات الحشوه هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نمشي نلويها. هانتوما كتشوفوا الورقه. كنديروا الطحين مع شي شويه د الماء باش كنلصقوا العجين، وكتجي بحال هذا الشكل هذا. كنحطها في الطبسيل. نوريكم واحده اخرى. المعلقه كاع كبيره كتجي في كل وحده، باش
كيجيو ماشي معمرين بزاف باش ما تيجيوش في القلي مدكوكين اولا مدقسين، كيجيو مرخوفين في العضه. هكذا صافي كنستمروا هكذا حتى كنكملوا الكميه كلها، ومن بعد ندوزو للقلي ونوري لكم. هكا بعد ما كملتهم بالتلويه هكذا كيجيو. حنا غادي ندوزو دابا المرحله ديال القلي. هنا هما دوك كيتقلاو، رميتهم في الزيت، من بعد غادي نقلبهم عاوتاني. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كنقليهم. ما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي شهيواتنا ديال الفاسيه، وبصحه وراحه. بريوات ولا لومبيا ولا قنينطات كيجيو هائلين هائلين جدا. السلام عليكم.